في قصص بتخليك تحس إن الرعب الحقيقي مش في الجن والعفاريت، لكن في البشر نفسهم. ناس شكلهم طبيعي، بيضحكوا، بيعيشوا حياة عادية، لكن ورا الأبواب المقفولة بيخفوا وراهم جحيم. النهاردة هتحكي لك عن قصة من أبشع القصص الحقيقية في التاريخ. قصة بنت اسمها كولين ستان. كانت رايحة مشوار بسيط، بس الرحلة دي انتهت بجحيم تحت السرير لمدة 7 سنين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في مايو 1977 كولين ستان كانت بنت طيبة عندها 20 سنة، بتحب الحرية والمغامرة. قررت تسافر من واشنطن إلى كاليفورنيا علشان تزور واحدة صاحبتها. ركبت أوتوستوب، يعني تستنى عربية تاخدها في طريقها. عدى كذا عربية بس رفضت تركب، لحد ما وقفت لها عربية فيها راجل ومراته ومعاهم طفلة صغيرة. قالت لنفسها شكلهم محترمين، أكيد أمنين. ركبت معاهم. في الأول الطريق كان عادي، كلام بسيط وضحك خفيف، بس بعد شوية الجو اتغير. الراجل بقى ساكت، بيبص لها من المراية كل شوية، ومراته وشها متوتر. وقف على محطة بنزين، وكولين حست بإحساس غريب جواها إنها تنزل وتمشي، لكن قالت لنفسها أكيد أنا متوترة زيادة. ركبت تاني، بس الطريق المرة دي دخل مناطق مهجورة، مفيش عربيات، مفيش بيوت. وفجأة مد إيده من تحت الكرسي وسحب سكين طويل، وقال بصوت بارد: ما تتكلميش ولا تتحركي، من اللحظة دي حياتك انتهت. أخدها البيت في منطقة نائية مفيش حواليه سكان. البيت كان باين طبيعي جدا من بره، لكن جوه كانت البداية الحقيقية للجحيم. دخلها أوضة ضلمة فيها صندوق خشب ضخم معمول بإتقان كأنه تابوت. الخشب سميك جدا، وجواه فراغ صغير بالكاد يكفي جسم إنسان. قالها تدخل جواه، ولما رفضت ضربها بقسوة. دخلت وهي بتعيط، وهو قفل عليها الصندوق بمسامير. الهوا جوه كان خانق، الظلام مطبق، والوقت بيمشي ببطء قاتل. كانت بتسمع صوت خطواته وهو بيضحك، وصوت السرير بيتحرك فوقها. في اللحظة دي فهمت إن الصندوق ده مكانها الجديد، تحت السرير في ضلمة لا تنتهي. بعد أيام من التعذيب بدأ كاميرون الخاطف يلعب بعقلها. قال لها إنه بيشتغل في منظمة سرية اسمها ذا كامباني، وإنهم بيراقبوها في كل لحظة، ولو فكرت تهرب هيقتلوا أهلها فوراً. التهديدات دي كانت كفاية تدمر نفسيتها. كانت تصدق كل كلمة يقولها، لدرجة إن هو لما يفتح الصندوق تطلع ما تفكرش حتى تبص ناحية الباب. مراته جانيس كانت موجودة، لكنها كانت خاضعة برضه، مزيج غريب من الخوف والطاعة. كولين بدأت تفقد إحساسها بالزمن. يوم ورا يوم صوتها بيتكسر وعقلها بيتاكل من الرعب. البيت كان فيه عالمين. فوق السرير حياة عادية جدا، أطفال، ضيوف، أكل، ضحك. وتحت السرير كولين جوه الصندوق بتسمع كل صوت فوقها. كانت تسمعهم بيتكلموا، بيتفرجوا على التلفزيون، بيضحكوا، وهي بتعيط في صمت. كان أحيانا يسيبها جوه الصندوق 23 ساعة في اليوم، يطلعها ساعة واحدة يعذبها، أو يديها أكل، أو يخليها تنظف. كل مرة قبل ما يقفل يقول لها نفس الجملة: المنظمة شايفاك، لو فكرت تهربي الكل هيموت. التهديد ده كان كفاية يخليها تستسلم. بعد سنة قرر يرقيها، يسمح لها تشتغل في البيت. كانت تنظف، تطبخ، تغسل، وتخدمهم هما الاتنين. لكن قبل ده خلاها تمضي عقد عبودية مكتوب فيه حرفياً إنها ملكه مدى الحياة. بقت تصحيهم الصبح، تحضر الأكل، وتشوفهم بيضحكوا، والطفلة بتلعب وكأنها مش موجودة أصلاً. وفي الليل يرجعها للصندوق تاني. السنين كانت بتمر وهي خلاص فقدت الأمل في النجاة. في سنة 1981 بعد 4 سنين من الأسر قال لها فجأة: هتروحي تشوفي أهلك.
كانت مصدومة بس قلبها بيرتعش من الخوف. قال لها لو ما رجعتيش المنظمة هتقتلهم. روحت فعلا وشافت أهلها لأول مرة، كانوا بيعيطوا من الفرحة، لكن لاحظوا إنها متوترة جدا. قالت لهم إنها شغالة مربية عند عيلة كويسة. كل حاجة في كلامها كانت غريبة، بس محدش اتخيل اللي وراها. وبعد الزيارة رجعت بنفسها للجحيم تاني، لأنها فعلا صدقت إن المنظمة هتقتلهم لو ما رجعتش. الضغط النفسي بدأ يدمر جانيس مراته. كل يوم بتشوف كولين بتتعذب، وكل ليلة تشوف كوابيس. في يوم ما قدرتش تستحمل أكتر، قالت لكولين الحقيقة كلها: مفيش منظمة، مفيش رقابة، كل ده كذب. الخبر وقع عليها كالصاعقة. أول مرة من 7 سنين تحس إنها ممكن تهرب. استجمعت جرأتها، وفي أول فرصة خرجت من البيت وجريت بأقصى سرعة لحد ما وصلت لأهلها. دموعها كانت بتختلط بالضحك لأول مرة. بلغت الشرطة والناس ما كانتش مصدقة القصة، لكن لما دخلوا البيت لقوا الصندوق تحت السرير. كل حاجة كانت حقيقية. المحاكمة كانت صعبة، لأن كولين نفسها كانت بتكافح نفسياً بعد السنين دي كلها. لكن في النهاية اتحكم على كاميرون هوكر بالسجن المؤبد. أما كولين فبدأت رحلة جديدة، رحلة شفاء من 7 سنين ضلمة. قصة كولين بتفكرنا إن الرعب الحقيقي مش دايماً في الظلام، أحياناً بيكون في الناس اللي بنفتكرهم عاديين. الخوف ممكن يسجنك، لكن الشجاعة ممكن تحررك مهما أخرت. لو فقدت الأمل يوم، افتكر إنها عاشت 7 سنين في الصندوق وبرضه خرجت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو القصة عجبتكم اعملوا لايك واشتراك واستنوا القصة الجاية، لأن عالم الرعب الحقيقي لسه فيه أسرار أكتر.